أريد أن أبدأ من باب الإنصاف لارتباطه بالموضوع بتدخل الأخ العميد الذي ينتمي إلى المعارضة والذي نال المنصب عن جدارة واستحقاق بتعيين رئيس الحكومة له. لأقول أنه نحن في المغرب نشعر أن المشارقة في الحقيقة لا يعرفوننا وربما يظلموننا شيئا ما، ولهذا أريد أن أقول لكم من البداية يعني فقط تراعون شيء، وأننا نحن عشنا منعزلين على مدى 12 قرن. نحن دولتنا بدأت قبل 12 قرن وبضع سنوات، وعشنا منعزلين ولكن متواصلين، ونحن نحب الشرق والمشارقة، ولكن هم في الحقيقة لا يكرهوننا طبعا، ولكن ينسوننا ولا يريدون أن يعترفوا بهذه الخصوصية. فيجب أن نحن دولتنا معشر الإخوة الكرام يجب أن تنتبهوا، ربما هذا لم أتعرض له لأنه ومن أجل ذلك حرصت على الأسئلة. دولتنا هي دولة انتبهت للإشكاليات، هذه الإشكاليات إشكاليات السلطة والثروة بشكل مبكر. نحن كانت عندنا مرحلة تسمى سنوات الرصاص، وكان فيها يعني التحكم قوي، لكن لم يصل قط إلى ما وصل إليه مثلا في تونس أيام لعلكم واعون أنني تحدثت عن تونس أيام بن علي، لأن لا أحد سوف ينتقد علي أن أتحدث عن هذه المرحلة، الباقي يثير مشاكل. فالحسن الثاني رحمه الله كان سافر إلى الولايات المتحدة ورجع في بداية التسعينات، وما زلت أذكر ما قال إذا كنت قد فهمت، وهكذا قال يعني فنحن في حاجة إلى إدخال تعديلات، وأدخل تعديلات. هذه التعديلات مست حقوق الإنسان، وسرنا في اتجاه المصالحة، وأدمج الحسن الثاني رحمه الله كل الذين عانوا في المراحل التي كانت تسمى يعني سنوات الرصاص بما في ذلك الذين تآمروا عليه، ومن خلال هيئات الإنصاف والمصالحة يعني ومجالس حقوق الإنسان التي أسسها لذلك أعطيت لهم تعويضات وأعيد إدماجهم وأنا إلى حد الآن كرئيس الحكومة ما زلت أؤدي لبعض الأشخاص الذين غادروا المغرب قبل 40 سنة أجورهم عن المدة كلها، ويعني أسوي الأوضاع بهذه الطريقة. من الناحية السياسية الحسن الثاني رحمه الله يعني فتح المجال للمعارضة أكثر، وأدمج يعني المعارضة التي كانت في منطق الرفض والاحتجاج للمشاركة في الحكم، وهذا أثمر ما سميناه حكومة التناوب سنة 98 برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي حفظه الله، والتي دامت 4 سنوات، والتي ساهمت في إخراج المغرب من أزمة سياسية، وساهمت في مرور الملك من الحسن الثاني رحمه الله إلى محمد السادس في انسجام وفي سلاسة. كذلك في مجال حقوق الإنسان يعني تغيرت كثير من المعطيات، وأصبح مسموحا للفاعلين يعني في المغرب بهوامش أكثر. ولما تولى المسؤولية جلالة الملك محمد السادس صار في نفس يعني الاتجاه. طبعا كل هذا اعترضته بعض المراحل مضطربة، لكن أصبح ومن هذا دخولنا نحن دخلنا الحياة السياسية سنة 92، لكن في ساعتها وقع الرفض، لكن سنة 97 سمح الحسن الثاني رحمه الله بأن نشارك في الانتخابات، ونلنا لأول مرة 9 مقاعد. في سنة 2002 نلنا 42 مقعد، وفي سنة 2007 نلنا 46 مقعد، وفي سنة 2011 نلنا 107 مقاعد وكنا الحزب الأول. فكل شيء في المغرب جاء تطورا ووعيا من ملوك الدولة بصراحة، وكذلك من النخب المهمة الوازنة الموجودة على مستوى أنه لا بد من الانفتاح والاستباق. وهذا هو الذي جعل لما جاءت رياح الربيع العربي ساعتها كان هنالك مشروع يريد التحكم أكثر، وكان النموذج التونسي يروج له على أنه يعني نموذج
ناجح نسبيا، ولكن الحمد لله أعتقد أن هذه رياح الربيع العربي كانت إيجابية جدا بالنسبة للمغرب كما قلت لكم، ساعدت على. لكن كذلك الفاعل المغربي، لا أريد أن أقول أن حزب العدالة والتنمية وحده، لا، حزب العدالة والتنمية كان عنده دور كبير. نحن لما جاءت رياح الربيع العربي لم نبقى في مكاتبنا، نزلنا إلى الشارع وأعطينا الحق للشباب، قلنا هم على حق، لا بد من الإصلاحات، لكن لن نغامر بنظامنا ولن نذهب في اتجاه المجهول. يعني ما هو السقف الذي تطلبون؟ ماذا تقترحون؟ المواطنون سمعوا منا نحن والاستجابة عمت. حصلنا على 107 مقعد وهي تساوي 27% من نواب البرلمان، لكن الذي حصلنا عليه أكثر بعد بضعة أسابيع كانت شعبية رئيس الحكومة وصلت إلى 88% باستطلاعات رأي. وبالمناسبة هذه الشعبية لم تنزل قط عن 40%، وقبل يمكن شهر أو شهرين كانت في حدود 62%. وارد تكون نزلت شوية، لكن لحد الآن ما تزال يعني شعبية رئيس الحكومة والحكومة يعني إيجابية. إذن فلنقل أن كما قال الأخ الحبيب الدقاق، المؤسسات لعبت دورا كبيرا وأساسيا في المسألة الثانية التي أريد أن أجيب عليها هي قضية الأردن والمغرب. أنا سأقول لكم القضايا السيادية كلها من اختصاصات جلالة الملك في الدستور، لكن اسمحوا لي أن أتجرأ وأقول لكم ما يلي. الخليج ليس خليجا فقط، الخليج فيه الحرمين، والمغاربة يقرأوا تاريخنا. نحن حين ندعى نلبي. من عهد صلاح الدين رحمه الله إلى حروب 73 إلى اليوم، والحسن الثاني رحمه الله قال هذا الكلام بصراحة ووضوح. قال لما انتصرت الثورة الإيرانية وبدأت ساعتها مع الأسف الشديد منطق محاولة الهيمنة على المنطقة، قال إذا كان الحرمان في خطر فسنعلن الجهاد. هذا في كلام تلفزيوني أنا ما أخفيه. فالمملكة المغربية لا تعتبر أن الخليج يعني موضع للحسابات. الذي يحتاجه أمن الخليج المغاربة سيكونون إلى جانب إخوانهم مهما كانت النتائج. صدقوني هذا الكلام الذي أقول لكم كلام أنا أعرف يعني ماذا أقول. لا الأردن لا أريد أن أتدخل لنا في الدول، أعتقد أن الموقف قريب جدا من هذا إن لم يكن هو نفسه. قضية يعني العلاقة بين المغرب والجزائر التي دعا إليها الأخ أحمد دادا ولد دادا الصديق والأخ العزيز، أنا سأقول لكم شيء واحد. نحن في المغرب عندنا قناعة، الأصدقاء يمكن أن تختارهم، الإخوان إخوانك لا تملك أن تختارهم، الجزائريون إخواننا نحن نحبهم ونعتقد أنهم يبادلوننا حبا بحب. هنالك سوء تفاهم يدوم منذ 63 إلى اليوم. نحن يعني حاولنا ونحاول وسنستمر نحاول، ليس عندنا حل إلا أن نحاول بالحوار أن نصل إلى يعني حلول تضمن الحقوق وتحافظ على الأصول. ويعني نحن متفائلون رغم أن هنالك صعوبات، يعني نحن متفائلون نحن بعيدون أن يكون بيننا ما كان بين فرنسا وألمانيا، ولكن مع ذلك هنالك صعوبات حقيقية، ونحن نحاول أن نتجاوز هذه الصعوبات ونرحب دائما بأي تدخل يسير في اتجاه حل هذا المشكل الصعب. بين مصر والمغرب، الأخ تحدث عن إخوان المغرب. أنا سأقول لك أنا أخ لإخوان مصر، ولكن لست إخوان في المغرب، ليس هنالك إخوان في المغرب. يمكن تجدون كلامي هذا
عجبا، لكنه هو الحقيقة. نحن ننتمي للحركة الإسلامية، المدرسة التي تربينا فيها كانت ثقافتها هي ثقافة إخوانية، ولكن نحن طورنا فكرا خاصا بنا ولم يكن يربطنا بالتنظيم الدولي وإلى اليوم أي شيء إطلاقا. ولكن هم إخواننا ونحن إخوانهم. أما المشكل الذي وقع بين المغرب وبين مصر يجب أن تكون الأمور واضحة. مرة أخرى الحسن الثاني رحمه الله لما وقع ما وقع في ليبيا سأله صحفي، هذا في السبعينات، عن العلاقة بين المغرب وليبيا، قال: أنا صديق للشعوب والدول لست صديقا للأشخاص. فحتى تكون الأمور واضحة، المغرب يعتبر مصر هي مصر، قد تكون فيها أشياء لا تسرنا أو تسرنا، هذا شيء آخر، لكن مصر هي مصر، هذه دولة، والمصريون إخواننا ونحن لا نريد لهم إلا الخير، ونريد طبعا ندعو إلى أن يقع تفاهم ولا يقع إقصاء وإلى آخره، ولكن تدخلنا يجب أن يكون إذا كان في يوم من الأيام في الاتجاه الإيجابي فقط. أما في انتظار ذلك فنحن لا نعادي مصر ولا يمكن أن نعادي مصر. مصر هذه مركز الثقل في الأمة العربية، ونحن لا أتحدث عن جلالة الملك. جلالة الملك هذه قناعته، أتحدث عن نفسي، أتحدث عن نفسي كرئيس الحكومة وكأمين عام الحزب الذي أنتمي إليه. من الصعب جدا أن يختلط على الناس الطارات على المصالح الكبرى. ممكن نبقى قرون نطالب بطار، لكن إذا لم نراعي المصالح الكبرى نضيع أحوال أمة. هذا سامحوني يعني، وأريد أن أقول شيئا. أنا لما قرأت موضوعكم الصراع والتغيير تخيلت أنه سوف يقع تهجم على بعض الأنظمة والدول والتوجهات، وهذا طبيعي، لكن قلت هؤلاء الذين يتحدثون ألا يجوز كذلك أن يتساءلوا هل هم قاموا بخطأ ما؟ إن لم نراجع أنفسنا نحن يمكن نقول لكم أن التوجه الذي نسير عليه اليوم هو نتيجة تراجعات عسيرة جدا عشتها أنا بالدرجة الأولى، ربما بشيء من السذاجة، ربما رزقني الله إياه منذ القدم، وأنا أجد نفسي في تعب مع الآخرين دائما. كل ما قلت لهم شيء قالوا لي العكس، لكن أصر وأتابع، وفي النهاية يقولون الآن أنت على صواب. قلت لهم صحيح، لكن كان يجب أن تقولها لي قبل 10 سنوات. والحمد لله يعني النتائج ليست يعني سلبية جدا، فلحد الآن الأمور. أما فيما يخص الخلفية الصحفية حول دور الإعلام في الخريف العربي، أنا سأقول لكم شيء: لا تنتظروا من خصومكم أن ينصفوكم. إذا ربما أنتم كانت معكم الشعوب أو كانت عندكم شعبية، فالآخرون عندهم وسائل عمل من الإعلام. دعونا نقول نحن أبناء الحركة الإسلامية فشلنا في الإعلام، وهم استطاعوا التأثير على الجمهور ونجحوا فيه ويستعملونه. خصومنا يستعملون الإعلام بطريقة ناجعة وحادة جدا، ولكن في تقديري أنه حين يكون الأصل قوي وصحيح، حين لا نعطي المبررات من تصرفاتنا نحن، لا نقع في أخطاء فادحة. الأخطاء لا بد منها نحن. محاولات الإعلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الإعلام المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قويا؟ لقد كان قويا، لقد كان خطيرا، ولكن عمق تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انغراس تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم القيم والمبادئ والأخلاق التي جعلتنا نتغنى بها إلى اليوم، هذه هزمت الإعلام المغرض. الإعلام المغرض هذه وسيلة ناجعة في أيدي يعني الذين لا يريدون الإصلاح في البلدان. هنالك فئة لا تريد الإصلاح لا يخدمها، لأنه هي تعيش في النزاع وتعيش في الماء العكر كما يقولون. دائما كان عندنا في المغرب إذا سمحت، كم بقي لي من دقيقة؟ انتهى الوقت. طيب إذا أخذ منك دقيقة. طيب بعد إذنك، أنت الآن ولي أمرنا، فنحن أنا معروف عني طاعة أولياء الأمور. في المغرب يا أخانا العزيز كان دائما هنالك 3 فئات. فئة
تريد أن يدوم النزاع لتجد مكانا، وتوهم بأنها تبيع الاستقرار مقابل التحكم، وهذه ليس عندها إيديولوجية، هذه تستفيد. فئة تريد الإصلاح ولكن تنازع أهل الأمر، وهؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى قال ولا تنازعوا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا قال ولا تنازعوا الأمر أهله. هذا ديننا وثقافتنا. تنازع في الصلاحيات، في بعض الأحيان تنازع في أصل الحكم. هذه تدخل متاهة طلب السلطان. قال لو قلت لي إن من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. الذي يطلب ملك أبيه يدخل في متاهات السلطان، والله أعلم ماذا يقع له فيها. ليس بالضروري لأنه ملتحي أو لأنه إسلامي، يمكن يكون ماركسي، يمكن يكون ليبرالي، يمكن يكون أي شيء. هو يطلب السلطان، وعالم طلب السلطان مساره إما السجون وإما القتل وإما السلطان، فأنت ومصيرك ومدى حداقتك. وفئة تريد الإصلاح ولا تريد المنازعة. هذه هي الفئة التي منطقيا يجب أن ينتبه إليها الجميع ويساعدونها، لأنها لا تريد المنازعة، تريد. نحن نقول في المغرب لا بد أن نتطور، لا بد أن يتطور دستورنا، لا بد أن تتطور أساليب تقاسم الثروة في المجتمع، لكن في إطار التوافق، لأننا إذا دخلنا إلى التنازع ما ندري ماذا تكون النتيجة. فهذا هو المنهج الذي اخترناه، ولكن لا تستغربوا إذا استعمل خصومكم ضدكم أساليبهم، ومن الأساليب التي ينجحون فيها الإعلام. فهذه أنتم عندكم ربما شعبية، هم عندهم الإعلام، لكن لا أعتقد أن شعبية صادقة يهزمها إعلام يعني مغرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا دولة الرئيس. هي السياسية حسن الثاني رحمه الله يعني فتح المجال للمعارضة أكثر، وأدمج يعني المعارضة التي كانت في منطق الرفض والاحتجاج للمشاركة في الحكم، وهذا أثمر ما سميناه حكومة التناوب سنة 98 برئاسة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي حفظه الله، والتي دامت 4 سنوات، والتي ساهمت في إخراج المغرب من أزمة سياسية، وساهمت في مرور الملك من الحسن الثاني رحمه الله إلى محمد السادس في انسجام وفي سلاسة. كذلك في مجال حقوق الإنسان يعني تغيرت كثير من المعطيات، وأصبح مسموحا للفاعلين يعني في المغرب بهوامش أكثر. ولما تولى المسؤولية جلالة الملك محمد السادس صار في نفس يعني الاتجاه. طبعا كل هذا اعترضته بعض المراحل مضطربة، لكن أصبح ومن هذا دخولنا نحن دخلنا الحياة السياسية سنة 92، لكن في ساعتها وقع الرفض. لكن سنة 97 سمح الحسن الثاني رحمه الله بأن نشارك في الانتخابات، ونلنا لأول مرة 9 مقاعد. في سنة 2002 نلنا 42 مقعد، وفي سنة 2007 نلنا 46 مقعد، وفي سنة 2011 نلنا 107 مقاعد وكنا الحزب الأول. فكل شيء في المغرب جاء تطورا ووعيا من ملوك الدولة بصراحة، وكذلك من النخب المهمة الوازنة الموجودة على مستوى أنه لا بد من الانفتاح والاستباق. وهذا هو الذي جعل لما جاءت رياح الربيع العربي ساعتها كان هنالك مشروع يريد التحكم أكثر، وكان النموذج التونسي يروج له على أنه يعني نموذج ناجح نسبيا، ولكن الحمد لله أعتقد أن هذه رياح الربيع العربي كانت إيجابية جدا بالنسبة للمغرب كما قلت لكم، ساعدت على. لكن كذلك الفاعل المغربي لا أريد أن أقول أن حزب العدالة والتنمية وحده، لا، حزب العدالة والتنمية كان عنده دور كبير. نحن لما جاءت رياح الربيع العربي لم نبقى في مكاتبنا، نزلنا إلى الشارع وأعطينا الحق للشباب، قلنا هم على حق، لا بد من الإصلاحات، لكن لن نغامر بنظامنا ولن نذهب في اتجاه المجهول. يعني ما هو السقف الذي تطلبون؟
ماذا تقترحون؟ المواطنون سمعوا منا نحن والاستجابة عمت. المصالح الكبرى نضيع أحوال أمة. هذا سامحوني يعني، وأريد أن أقول شيئا. أنا لما قرأت موضوعكم الصراع والتغيير تخيلت أنه سوف يقع تهجم على بعض الأنظمة والدول والتوجهات، وهذا طبيعي. لكن قلت هؤلاء الذين يتحدثون ألا يجوز كذلك أن يتساءلوا هل هم قاموا بخطأ ما؟ إن لم نراجع أنفسنا نحن يمكن نقول لكم أن التوجه الذي نسير عليه اليوم هو نتيجة تراجعات عسيرة جدا عشتها أنا بالدرجة الأولى، ربما بشيء من السذاجة ربما رزقني الله إياه منذ القدم، وأنا أجد نفسي في تعب مع الآخرين دائما. كل ما قلت لهم شيء قالوا لي العكس، لكن أصر وأتابع، وفي النهاية يقولون الآن أنت على صواب. قلت لهم صحيح، لكن كان يجب أن تقولوها لي قبل 10 سنوات. والحمد لله يعني النتائج ليست يعني سلبية جدا، فلحد الآن الأمور. أما فيما يخص الخلفية الصحفية حول دور الإعلام في الخريف العربي، أنا سأقول لكم شيء: لا تنتظروا من خصومكم أن ينصفوكم. إذا ربما أنتم كانت معكم الشعوب أو كانت عندكم شعبية، فالآخرون عندهم وسائل عمل من الإعلام. دعونا نقول نحن أبناء الحركة الإسلامية فشلنا في الإعلام، وهم استطاعوا التأثير على الجمهور ونجحوا فيه ويستعملونه. خصومنا يستعملون الإعلام بطريقة ناجعة وحادة جدا، ولكن في تقديري أنه حين يكون الأصل قوي وصحيح، حين لا نعطي المبررات من تصرفاتنا نحن، لا نقع في أخطاء فادحة. الأخطاء لا بد منها نحن. محاولات الإعلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الإعلام المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قويا؟ لقد كان قويا، لقد كان خطيرا، ولكن عمق تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صدق تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انغراس تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في عالم القيم والمبادئ والأخلاق التي جعلتنا نتغنى بها إلى اليوم، هذه هزمت الإعلام المغرض. الإعلام المغرض هذه وسيلة ناجعة في أيدي يعني الذين لا يريدون الإصلاح في البلدان. هنالك فئة لا تريد الإصلاح، الإصلاح لا يخدمها، لأنه هي تعيش في النزاع وتعيش في الماء العكر كما يقولون. دائما كان عندنا في المغرب ثلاث، إذا سمحت كم بقي لي من دقيقة؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. طيب إذا أخذ منك دقيقة. طيب بعد إذنك، أنت الآن ولي أمرنا، فنحن أنا معروف عني طاعة أولياء. أريد أن أبدأ من باب الإنصاف لارتباطه بالموضوع بتدخل الأخ العميد الذي ينتمي إلى المعارضة والذي نال المنصب عن جدارة واستحقاق بتعيين رئيس الحكومة له. لأقول أنه نحن في المغرب نشعر أن المشارقة في الحقيقة لا يعرفوننا وربما يظلموننا شيئا ما، ولهذا أريد أن أقول لكم من البداية يعني فقط تراعون شيء، وأننا نحن عشنا منعزلين على مدى 12 قرن. نحن دولتنا بدأت قبل 12 قرن وبضع سنوات، وعشنا منعزلين ولكن متواصلين، ونحن نحب الشرق والمشارقة، ولكن هم في الحقيقة لا يكرهوننا طبعا، ولكن ينسوننا ولا يريدون أن يعترفوا بهذه الخصوصية. فيجب أن نحن دولتنا معشر الإخوة الكرام يجب أن تنتبهوا، ربما هذا لم أتعرض له لأنه ومن أجل ذلك حرصت على الأسئلة. دولتنا هي دولة انتبهت للإشكاليات، هذه الإشكاليات إشكاليات السلطة والثروة بشكل مبكر. نحن كانت عندنا مرحلة تسمى سنوات الرصاص، وكان فيها يعني التحكم قوي، لكن لم يصل قط إلى ما وصل إليه مثلا في تونس أيام لعلكم واعون أنني تحدثت عن تونس أيام بن علي، لأن لا أحد سوف ينتقد علي أن أتحدث عن هذه المرحلة.
الباقي يثير مشاكل. فالحسن الثاني رحمه الله كان سافر إلى الولايات المتحدة ورجع في بداية التسعينات، وما زلت أذكر ما قال إذا كنت قد فهمت، وهكذا قال، يعني فنحن في حاجة إلى إدخال تعديلات. وأدخل تعديلات. هذه التعديلات مست حقوق الإنسان، وسرنا في اتجاه المصالحة، وأدمج الحسن الثاني رحمه الله كل الذين عانوا في المراحل التي كانت تسمى يعني سنوات الرصاص بما في ذلك الذين تآمروا عليه. ومن خلال هيئة الإنصاف والمصالحة يعني ومجالس حقوق الإنسان التي أسسها لذلك أعطيت لهم تعويضات وأعيد إدماجهم وأنا إلى حد الآن كرئيس الحكومة ما زلت أؤدي لبعض الأشخاص الذين غادروا المغرب قبل 40 سنة أجورهم عن المدة كلها، ويعني أسوي الأوضاع بهذه الطريقة. من ناحية حبا بحب هنالك سوء تفاهم يدوم منذ 63 إلى اليوم. نحن يعني حاولنا ونحاول وسنستمر نحاول، ليس عندنا حل إلا أن نحاول بالحوار أن نصل إلى يعني حلول تضمن الحقوق وتحافظ على الأصول. ويعني نحن متفائلون رغم أن هنالك صعوبات، يعني نحن متفائلون، نحن بعيدون أن يكون بيننا ما كان بين فرنسا وألمانيا، ولكن مع ذلك هنالك صعوبات حقيقية، ونحن نحاول أن نتجاوز هذه الصعوبات، ونرحب دائما بأي تدخل يسير في اتجاه حل هذا المشكل الصعب. بين مصر والمغرب، الأخ تحدث عن إخوان المغرب. أنا سأقول لك أنا أخ لإخوان مصر، ولكن لست إخوان في المغرب، ليس هنالك إخوان في المغرب. يمكن تجدون كلامي هذا عجبا، لكنه هو الحقيقة. نحن ننتمي للحركة الإسلامية، المدرسة التي تربينا فيها كانت ثقافتها هي ثقافة إخوانية، ولكن نحن طورنا فكرا خاصا بنا ولم يكن يربطنا بالتنظيم الدولي وإلى اليوم أي شيء إطلاقا، ولكن هم إخواننا ونحن إخوانهم. أما المشكل الذي وقع بين المغرب وبين مصر يجب أن تكون الأمور واضحة. مرة أخرى الحسن الثاني رحمه الله لما وقع ما وقع في ليبيا سأله صحفي، هذا في السبعينات، عن العلاقة بين المغرب وليبيا، قال أنا صديق للشعوب والدول لست صديقا للأشخاص. فحتى تكون الأمور واضحة، المغرب يعتبر مصر هي مصر، قد تكون فيها أشياء لا تسرنا أو تسرنا، هذا شيء آخر، لكن مصر هي مصر، هذه دولة، والمصريون إخواننا ونحن لا نريد لهم إلا الخير، ونريد طبعا ندعو إلى أن يقع تفاهم ولا يقع إقصاء وإلى آخره، ولكن تدخلنا يجب أن يكون إذا كان في يوم من الأيام في الاتجاه الإيجابي فقط. أما في انتظار ذلك فنحن لا نعادي مصر ولا يمكن أن نعادي مصر. مصر هذه مركز الثقل في الأمة العربية، ونحن لا أتحدث عن جلالة الملك، جلالة الملك هذه قناعته، أتحدث عن نفسي، أتحدث عن نفسي كرئيس الحكومة وكأمين عام الحزب الذي أنتمي إليه. من الصعب جدا أن يختلط على الناس الطارات على المصالح الكبرى. ممكن نبقى قرون نطالب بطار، لكن إذا لم نرى حصلنا على 107 مقعد وهي تساوي 27% من نواب البرلمان، لكن الذي حصلنا عليه أكثر بعد بضعة أسابيع كانت شعبية رئيس الحكومة وصلت إلى 88% باستطلاعات رأي. وبالمناسبة هذه الشعبية لم تنزل قط عن 40%، وقبل يمكن شهر أو شهرين كانت في حدود 62%. وارد تكون نزلت شوية، لكن لحد الآن ما تزال يعني شعبية رئيس الحكومة والحكومة يعني إيجابية. إذن فلنقل أن كما قال الأخ الحبيب الدقاق، المؤسسات لعبت دورا كبيرا وأساسيا في المسألة الثانية التي أريد أن أجيب عليها هي قضية الأردن والمغرب. أنا سأقول لكم القضايا السيادية كلها من اختصاصات جلالة الملك في الدستور، لكن
اسمحوا لي أن أتجرأ وأقول لكم ما يلي. الخليج ليس خليجا فقط، الخليج فيه الحرمين، والمغاربة يقرأوا تاريخنا. نحن حين ندعى نلبي. من عهد صلاح الدين رحمه الله إلى حروب 73 إلى اليوم، والحسن الثاني رحمه الله قال هذا الكلام بصراحة ووضوح. قال لما انتصرت الثورة الإيرانية وبدأت ساعتها مع الأسف الشديد منطق محاولة الهيمنة على المنطقة، قال إذا كان الحرمان في خطر فسنعلن الجهاد. هذا في كلام تلفزيوني أنا ما أخفيه. فالمملكة المغربية لا تعتبر أن الخليج يعني موضع للحسابات. الذي يحتاجه أمن الخليج المغاربة سيكونون إلى جانب إخوانهم مهما كانت النتائج. صدقوني هذا الكلام الذي أقول لكم كلام أنا أعرف يعني ماذا أقول. لا الأردن لا أريد أن أتدخل أنا في الدول، أعتقد أن الموقف قريب جدا من هذا إن لم يكن هو نفسه. قضية يعني العلاقة بين المغرب والجزائر التي دعا إليها الأخ أحمد دادة ولد دادة الصديق والأخ العزيز، أنا سأقول لكم شيء واحد. نحن في المغرب عندنا قناعة، الأصدقاء يمكن أن تختارهم، الإخوان إخوانك لا تملك أن تختارهم، الجزائريون إخواننا نحن نحبهم ونعتقد أنهم يبادرون